جدد التحية بضيفي اللي نورني أثناء الفاصل. ودايما يعني اللي بيثير اهتمام الشباب هو إيجاد فرص عمل ليهم بأشكال مختلفة. ويمكن في مؤتمر شباب العالم الأخير كان في عدة توصيات حول يعني المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لأن هي دافع واستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مستقبل مصر العظيمة. وده اللي دفعنا أن احنا نناقش هذا الموضوع من خلال تواجد يعني الشاب الاقتصادي والباحث الاقتصادي الأستاذ أحمد رشدي. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد، يعني في البداية كده شفنا كمان قبل حضرتك ما تنورنا في الاستوديو تقرير عن المشروعات الصغيرة وقد ايه الموضوع ده مهم في عملية البناء المجتمعي والبناء الاقتصادي للمجتمع. من وجهة نظرك او انت شايف من خبراتك ازاي الانسان يبدأ مشروع سواء كان مشروع صغير او متوسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا قبل ما اتكلم ازاي الانسان يبدا مشروعه، الاهتمام في الاساس في الاول خالص بتغيير الفكره المجتمعيه عن اصحاب الورش واصحاب المشروعات الصغيره او المتوسطه. فالموضوع بيجي في الاول في البدايه من التعليم. تمام. او من المشاركه الاجتماعيه والمجتمعيه والمجتمع المدني عموما في تشجيع الشباب منذ التعليم ومنذ الصغر ان هم يقدروا انه من صغره يقدر يحدد مستقبله ويقدر يحدد الخطوات اللي عايز يمشي عليها وهدفه ايه لما يكبر باذن الله. ده رقم واحد. رقم اتنين، نسبة البطالة عندنا مرتفعة، واحنا عارفين نسبة البطالة عندنا مرتفعة ونسبة لا بأس بها يعني. تمام. فاحنا عايزين نشجع الشباب اللي هو يروح يعمل استثمار او يروح يفتح مشروع صغير. فكل الشباب دلوقتي يقول طب انا اعمل ايه واروح فين واجي منين وما عنديش اي تجارب موجودة. كان في الفترة اللي فاتت اللي قبل الإصلاح الاقتصادي كان في بعض الأزمات اللي موجودة قدام الشباب اللي هو مسألة التمويل وإزاي أجيب التمويل بتاعي والقروض اللي بناخدها والفايدة بتاعتها العالية، وكان في تخوف من الشباب. فده كان مخلي الناس أو الشباب شوية متراجعين عن الفكرة دي أو خايفين ومتخوفين إن هم يخشوا أو ياخدوا الخطوة دي. مبدئيا دلوقتي من ضمن التوصيات بتاعة المؤتمر طبعا الاهتمام بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صحيح. وعملنا جهاز مخصوص لهذا المصطلح يعني، وضمنا ليه صندوق الاجتماعي للتنميه وبعض الجهات التمويل خاصه او جهات حكوميه. وعملنا في جوه الجهاز في بعض البرامج دلوقتي لسه جديده استحدثناها، بعض البرامج اللي بتدعم الشباب ازاي ياخد فكره مشروعه، ازاي يبتدي فكره مشروع اللي هيبدا يشتغل عليه. تمام. الحاجه اللي هو حابب ان هو يعملها. بس مبدئيا بتحطوا له خطط يعني ازاي يقدر يبدا في مشروع؟ دوره تدريبيه الاول. انت حابب ايه في الاول؟ تمام. ما هو انت حضرتك هتروح تشتغل في حاجه انت مش حاببها ازاي؟ فرقم صحيح. واحد لازم تحب الشيء اللي انت تشتغل عليه. طبعا. فانت حابب ايه الاول؟ فبناء عليه نبدا ناخد الخطوه الثانيه. تعالى نعمل دوره تدريبيه. الدوره التدريبيه دي هنعلمك ازاي تبتكر افكارك. ايوه. ايه الافكار اللي انت عايز تشتغل عليها وازاي تنميها. الخطوات اللي انت محتاجها ايه. نبدا ندربك ونعمل دوره تدريبيه لده. هتلاقي نفسك وانت في الدوره التدريبيه كان عندك فكره لمشروع واحد، هيبقى عندك اكتر من فكره لاكتر من مشروع بعد كده. وبناء عليه نبدا بقى ندربك بعد كده ازاي الخطوات اللي ناخدها التنظيميه او الاداريه والتراخيص واعداد مشروع او دراسه الجدوى بتاعتنا للمشروع بتاعنا هيبقى عامل ازاي. كل ده كله في البرنامج. فالشاب عليه دلوقتي ان هو يبحث، هو ما يقعدش في مكانه، يعني ما يقعدش في مكانه ولا مش شغال. لا يا فندم، حضرتك ممكن تروح تدور، تروح لصندوق الاجتماعي للتنميه او تروح لاي بنك قريب منك طبقا لمبادره البنك المركزي لتنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعمها. فيروح ويسال انا ممكن اعمل ايه، ازاي انضم اليكم، ازاي اخش الى الدورات التدريبيه دي. وبحث بسيط جدا هيعرف يوصل اللي هو عايز يوصله. جميل. أستاذ أحمد، عادة ما ينظر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها قوة ديناميكية للنمو الاقتصادي المستدام. مظبوط. وده طبعا احنا بنشهده فعلا في تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع. لكن أكيد بيقابل المشروعات دي عدة تحديات ولسه موجودة التحديات لحد دلوقتي. هل راصدين انتم التحديات ديت وازاي يعني تخلي الشاب يقدر يتغلب على هذه التحديات علشان خاطر يقدر يقوم بتنفيذ مشروع؟
مظبوط. هو فعلا المشروعات الصغيره والمتوسطه تعتبر قوه مش ديناميكيه بسيطه، ده قوه دفعه قويه جدا للاقتصاد المصري. صحيح. لاي اقتصاد عموما. دول جنوب شرق اسيا كلها قامت على المشروعات الصغيره والمتوسطه. نسبه المكون المشروعات الصغيره والمتوسطه في الاقتصاد دول جنوب شرق اسيا يتخطى 70%. في اليابان مثلا 99.7%، يعني نسبه تعتبر هي النسبه الاغلب او النسبه الاكبر. احنا في مصر هنا نسبه المشروعات الصغيره والمتوسطه للاقتصاد المصري تتخطى 90%. فهي دي القوه الدافعه للاقتصاد المصري، وهي دي اللي هدف منها الوصول لحاجه اسمها التنميه المستدامه قدام في المستقبل. تمام. انت لما بتهتم بالمشروعات الصغيره والمتوسطه دلوقتي فتقدر قدام تفتح مشروع الاكبر، وتقدر ان انت تشتغل على مشروعات اكبر، مشروعات تصنيعيه انتاجيه فعليه. أيوة. مش مجرد ورش صغيره او مجمعات صناعيه صغيره. صحيح. فده الدافع للاقتصاد القومي، او ده الدفعه القويه جدا للاقتصاد القومي. كل النظريات الاقتصاديه اللي احنا بندرسها بتدينا ازاي نعمل التنميه الاقتصاديه. من اوائل النظريات والاهتمام بتاعها هي المشروعات الصغيره والمتوسطه والبنيه التحتيه ازاي نعملها. لان ده اساس للصناعات الكبرى او الصناعات الكبيره. فالمشروعات الصغيره والمتوسطه بيقابلها شويه تحديات وشويه معوقات، او كانت موجوده المعوقات وبدانا نعالجها دلوقتي فعليا. كان من اهم المعوقات الموجوده هو البيئه الاستثماريه والتشريعيه اللي موجوده حوالين المشروعات الصغيره والمتوسطه. واهم شيء كان موجود اللي احنا مش عارفين نلاقي تعريف واضح وصريح للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. كان التعريف بتاعها تعريف صعب جدا على اي مستثمر لسه صغير او فرد صغير يفتح مشروع، ان مشروع متناهي الصغر او المشروعات الصغيره يكون اقل من مليون جنيه. مين معاه مليون جنيه؟ صحيح. فكان تعريف صعب شويه. دلوقتي احنا بدانا نعدل في التشريعات دي او القوانين دي فعليا في القانون 141. بس هو بيني وبينك يا استاذ احمد، يعني الشاب بيهتم بعمليه التنفيذ، يعني مالوش دعوه بعمليه التعريف. ما دي بقى المعوقات الاخرى. يعني هو التنفيذ اهم حاجه. ازاي انا اقدر انفذ المشروع؟ مزبوط. وهل انفذ مشروع برضو ده سؤال مهم جدا، انفذ مشروع يعني تجاري ام صناعي؟ واي منهم اللي هيكون يعني بيعود عليا بالنفع. تمام. وهل هناك فعلا من انواع للمشروعات الصغيره والمتوسطه؟ مظبوط. هو المعوقات بتاعتنا البيئه التنظيميه، التراخيص والتمويل كانت معوق كبير جدا جدا جدا. صحيح. قدام اي شاب او اي فرد ان هو يحصل على قرض او يحصل على فرصه للمشروعات الصغيره بتاعته او المشروع الصغير بتاعه. التراخيص كانت متعدده الجهات جدا، وكان فيها بعض القوه وبعض الشده، ما كانش فيها مرونه قبل كده قبل التعديلات اللي بنعملها الاخيره. مصادر التمويل للمشروعات الصغيره والمتوسطه كانوا بيطلبوا رهونات او ضمانات قويه، ودي لا يقدر عليها شاب لسه بيبتدي حياته العمليه في السوق. ده احنا بدانا نعدلناه زي ما بقول لحضرتك في قانون 141. تمام. وهنتكلم عليه دلوقتي في التعديلات بتاعتنا ان شاء الله. فبدات اسمح ان انا ادي مشروع او اودي للافراد لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه قروض بتوسع في القروض بتاعتها فايده اقل. الفوائد دلوقتي 5%، يعني كانت قبل كده 12% و8%، دلوقتي لا الفايده 5%. فبدات اقلل في الفايده، بدات ان انا ادي المشروع الصغير جاهز مكانه بالترخيص كمان. يعني انا بدات اوفر دلوقتي آلية ازاي نقدر نشتغل عليها. طيب الشاب وهو داخل يعمل المشروع، احنا هيفيدنا المشروع التجاري او المشروع الصناعي. احنا المشروعات بتنقسم الى 3 حاجات: تجاريه وصناعيه وخدميه. احنا كدوله نحب المشروعات الصناعيه، لان دي المشروعات اللي هتبقى مشروعات انتاجيه وتنتج سلع فعليه. لو سالنا اي حد موجود معانا دلوقتي نفسك تفتح ايه، فاغلب الناس يقول لك افتح مثلا محل ملابس، كافيه مثلا، مطعم. دي كلها مجرد حاجات تجاريه او خدميه. هتفيدني انا كدوله بايه؟ يعني هو ده المردود. انا شغلت 2 3 بس، عالجت مشكله البطاله في عدد صغير، لكن احنا عايزين نفيد الاقتصاد القومي قدام في المستقبل اللي هو الهدف بتاع التنميه المستدامه. فاحنا بنهتم بالمشروعات الصناعيه الانتاجيه، فده رقم 1، ده اللي لازم نهتم بيه. ده اهم شيء، ده اهم شيء. اللي انا انتج او افتح مصنع او افتح ورشه صغيره تنتج سلعه، هشغل عماله. السلعه لما بزود الانتاج بتاعي من السلع في الاسواق بتاعتنا بسبب كثرتها او زياده الكميات بتاعتها تبدا تنخفض الاسعار شويه. المنتج المحلي يبقى له قوه ومنافسه داخل السوق المصري، يبقى له قوه ومكانه، اقدر ان انا اصدر سلعه. فكل ده بيجي من المشروعات الصناعيه وليست الخدميه والتجاريه. بس احنا مضطرين برضه نشتغل مع الخدمي والتجاري، يعني مش مناحه طبعا، بس هي موجوده. موجوده. ازاي ممكن العائق ده نتلاشاه ويقدروا فعلا ان هم ينفذوا مشاريعهم بسهوله ويسر؟ فعلا كلام حضرتك مظبوط.
احنا كل الاهالي او كل اولياء الامور اللي يهمه ابنه يحصل على بكالوريوس او تعليم عالي، لكن هو ما ياخدش مهنه او حرفه حتى لو كان بيحبها وحتى لو كان هيبقى مبدع فيها. تمام. هم مش باصين، او النظره بتاعت الاهل او النظره بتاعت اهالينا عموما والمجتمع هي نظره دونيه شويه لاصحاب المهن خاصه اصحاب المهن. الهدف من التعليم او تعليمنا ان احنا نوصل او نطلع لسوق العمل، نقدر نواكب سوق العمل، اقدر اشتغل بالتعليم اللي انا اتعلمته. تمام. طب دلوقتي كل الناس تجاره وحقوق واداب وتربيه، فما فيش حد. طب ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ ايه اللي هنستفيد؟ وبيضطروا في الاخر ان هم يفتحوا مشروع ليهم ومهنه برضه. صحيح. يعني امتهن مهنه. صحيح. طب كان من الاول بس من غير دراسه ومن غير خبرات. من غير خبرات. صحيح. تمام. فكان من الاول خالص كنا نهتم بالتعليم الفني. التعليم الفني في اليابان، في كوريا، في الصين بداوا يعملوا مدارس فنيه. كانت الخطه الاستراتيجيه بتاعتهم اللي هم يخشوا التسعينات بمدارس مهنيه وفنيه قويه جدا، اللي هي تقدر تنتج او تفرز مجموعه من الشباب او الخريجين اللي يقدر يواكب سوق العمل. هدفهم هم التصنيع، احنا عايزين نصنع. فانا هصنع ازاي وانت حضرتك استاذ خارج قاعد على مكتب؟ فمش هينفع. لا، انا لازم اهتم بالمدارس الفنيه ورجاء ان احنا نعمل معاهد او دراسات عليا فنيه في هذا التخصص وهذا المجال. تمام. فده اللي هيقدر يساعد يواكب ما بين التعليم ومخرجات التعليم وسوق العمل. تمام. 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 دراسة الجدوى ده يمكن شيء تمام. مهم جدا في عمل اي مشروع وفي بدايته كمان. من خبراتك برضو ازاي ممكن القائم على عمل مشروع يقدر يعمل دراسة جدوى تفيده فعلا في القيام بمشروعه وتنفيذ مشروعه؟ تمام. هو مبدئيا مش هو اللي هيعمل دراسة الجدوى. تمام. هو هيقول او يبتكر الفكرة اللي نفسه يعملها ايه. فهيجي القائمين على دراسة الجدوى اقتصاديين زينا كده او محاسبين، يبداوا يتكلموا معاه انت حابب تعمل ايه وهتشتغل ايه. كويس. هو رقم واحد يا فندم ان انت تحدد انت هدفك ايه. انت بتحب ايه. انا مش عايز اشتغل وخلاص وافتح اي مشروع والسلام، لا، انا عايز اوصل لهدف اعلى. تمام. ان المشروع بتاعي يكبر. ايوه. ان انا ابدع فيه، انتج سلعه يبقى فيها ذوق شويه، يبقى فيها رقي شويه او جوده عاليه. فمن هنا تيجي دراسه الجدوى بتاعتنا. نبتدي الاول بدراسات الجدوى الفنيه والتسويقيه اللي موجوده حوالينا، ثم الماليه. الماليه اللي هي مصادر التمويل بتاعتنا هنجيبها ازاي. في بعض الاساتذه الكبار المختصين بدراسات الجدوى. طب انا كشاب صغير ممكن اعمل دراسه الجدوى لنفسي مبدئيا كده قبل ما اروح لاي خبير اقتصادي او محاسبي يقدر يساعدني. تمام. اعملها ازاي؟ الاول انا هفتح مشروعي فين؟ ايه هو المشروع اللي انا هفتحه؟ ده رقم واحد. المشروع ده هيقدر يخدم المنطقه اللي حواليا ولا لا؟ لان المشروعات الصغيره لازم تخدم المنطقه اللي حواليها. انا مش بطلع او مش ببص لسوق مفتوح او مش هصدر سلعتي، لا بالعكس، انا ببص للسوق اللي حواليا. هو انا بفتح ورشه على قد المنطقه بتاعتي. فرقم واحد اشوف المنطقه بتاعتي، دي دراسه تسويقيه بسيطه جدا. اشوف المنطقه بتاعتي في طلب على السلعه اللي انا هنتجها ولا لا، في غيري بينتج نفس السلعه ولا لا. أيوة. الجوده المطلوبه في المكان بتاعنا هل هي جوده مرتفعه بسعر غالي او سعر مرتفع، ولا تكون جوده متوسطه والاسعار تكون اقل شويه. فمن هنا بيبدا هو بنفسه يحط الهدف بتاعه او يحط الخطه بتاعته. يشوف التكلفه هو هيكلف ايه، ودي من ضمن المعوقات اللي بتقابلنا في المشروعات الصغيره هي مساله التكلفه الفعليه. اشوف انا محتاج كام آلة، محتاج كام عامل معايا يساعدني. التكلفه دي اقدر بحسبه بسيطه، هم طبعا بيبقى عارفينها، بحسبه بسيطه هتنتج، والعائد اللي جاي لي من ورا الآلة دي او من ورا المشروع بتاعي انتاجه والمردود اللي هيعود عليا بايه، واقدر احسب نسبه الربحيه بتاعتي قد ايه. ده دراسه بسيطه جدا ممكن اي حد بيعملها قبل ما يروح ياخد مشروعات او ياخد القروض بتاعت المشروعات الصغيره. صندوق الاجتماعي للتنميه، هل دي بيبقى فيها مثلا دوره تدريبيه علشان يقدر يمارسها؟ فعلا. الصندوق الاجتماعي للتنميه وجهاز تنميه المشروعات الصغيره عمل دلوقتي دوره تدريبيه كيفيه اختيار القائمين على دراسه الجدوى واختيار المشروع. ولو حضرتك مش عارف تعمل دراسه الجدوى بتاعتك، احنا هنحضر لك دراسه الجدوى جاهزه كمان. جميل. تمام. جميل. دي دراسات الجدوى المتاحه بالنسبه لنا. السوق بتاعك هتفتحه فين، نبدا نشوف المشروع بتاعك والمكان اللي هتشتغل عليه، التكلفه بتاعتك هتكون قد ايه، وهم هيساعدوه يعملوا له دراسه الجدوى برسوم بسيطه، يعني مش مبالغ طائله زي اللي كانت بتحصل قبل كده. كويس. استاذ احمد، دايما بنشوف في القيام على عمل مشاريع متوسطه وصغيره بيبقى في اعتماد على التكنولوجيا المحليه البسيطه. تمام. وهل ده عامل مفيد بالنسبه مثلا عدم اهدار اموال كتيره في بدايه المشروع، ولا
لازم يكون في فعلا تكنولوجيا متقدمه علشان خاطر نقدر نرتقي بالصناعه او بالمشروع اللي قائمين عليه، ونوصل منه من انه يكون مشروع صغير الى متوسط الى مشروع كبير يبقى يصنف في عمليه النمو الاقتصادي يعني. تمام. هو مش مطلوب مني تكنولوجيا عاليه في اول المشروع. انا ببتدي المشروع، احنا ابتدينا تعريفات المشروعات الصغيره والمتوسطه بالمشروعات متناهيه الصغر. متناهيه الصغر ممكن تبقى مشروع بسيط يدوي وحرفي. المشروعات المتوسطه ممكن تبقى الالات المستخدمه الات بسيطه، برضو الات مش شرط تبقى الات متقدمه، لان الخط الانتاجي اللي هينتج بينتج على قد الطاقه الانتاجيه للمكان. صحيح. فانا ما ينفعش اروح اجيب اله كبيره واله حديثه وتكنولوجيا عاليه وبتنتج بالالاف، وانا المنطقه اللي حواليا بتحتاج مئات بس. فانا بشوف انا الطاقه الانتاجيه بتاعتي والتسويق بتاعي، الطلب على السلعه بتاعتي هيبقى في حدود قد ايه. صحيح. وبناء عليه ابدا اشتغل بالاله او اشتري الاله اللي احنا هنجيبها. وكان من ضمن المعوقات ازاي اجيب الاله. يعني احنا هنجيب الاله ازاي؟ قدرت الحكومه توفر حاليا، برضو في فكره لسه مقترحينها من شهر ونص. في ناس كمان بتصنع الاله بخبراتها هي، لو الات بسيطه وبدائيه. لو الات بسيطه وبدائيه بمكون محلي نقدر ننتجها. تمام. واحنا نفسنا نوصل للمرحله دي، لان انا لو قدرت اصنع الاله بتاعتي او اعمل الاله بتاعتي اقدر انتج واشتغل وما استوردش من بره وما احتاجش للي بره في حاجه. وقطع الغيار تبقى قطع غيار محليه. يعني اذا فعلا ممكن يكون مفيد، بس بالنسبه للطاقه الانتاجيه والبيئه المحيطه عايزه قد ايه بالنسبه فعلا احنا هنحتاج تكنولوجيا عاليه بس قدام. لما يبدا التحول الى متوسط. المتوسط على فكره راس ماله من 15 مليون او اعلى من 15 مليون، فالمتوسط مش قليل. مش قليل. فالمتوسط ثم المشروعات الاكبر او المشروعات الكبيره والضخمه. طب انا ازاي اجيب الاله؟ انا معيش المبلغ بتاع الاله. دلوقتي وفرنا مشروع، نزلنا مشروع اسمه مشروع التمويل او الايجار التمويلي. الايجار التمويلي اقدر ان انا اوفر اله حضرتك تقدر تدفع ايجارها كانك مؤجر مكان، وبعد المده زمنيه معينه ممكن من حقك ان انت تتملك هذه الاله. فدي كلها اساليب نقدر نعالج بيها، ويا رب ان شاء الله الخير لدولتنا ولمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اكيد كلنا بنشاركك الحلم والراي ان شاء الله باذن الله. مصرنا الحبيبه تبقى في خير دايما من خلال شباب مخلصين مبدعين بيحبوها بجد وعايزين يرتقوا بيها باذن الله. انا اتشرفت بحضرتك يا استاذ احمد، بتمنى لك التوفيق. شكرا ليك. شكرا. مشاهدينا الكرام، خلصت حلقتنا وخلصت فقراتها. بنتمنى ان هي تكون نالت اعجابكم، لكن ان شاء الله لسه كل افكاركم مستمره معانا من خلال حلقات جايه كتير من بانوراما الشباب. الى اللقاء وحلقات جديده من بانوراما الشباب. مع السلامه.